أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الموسيقى تلك اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمة، تتسلل إلى القلب دون استئذان وتروي ما لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه. منذ أن بدأ الإنسان يطرق الحجر بالعصا وهو يحاول أن يصنع نغمة تشبه نبضه، يعبر بها عن الفرح والحزن، عن الحرب والحب، عن الحياة بكل تناقضاتها. وإذا كانت الشعوب تعرف بموسيقاها، فإن الموسيقى الكردية من أعمق الموسيقات الشرقية روحا وأكثرها صدقا. هي ابنة الجبل وحفيدة الريح وشاهدة التاريخ الذي مر عبر وديان كردستان ومرتفعاتها. هي موسيقى البسطاء والفلاحين والرعاة والعشاق، موسيقى تتحدث بلغة الأرض وتبكي حين يبكي الناس وتغني حين يفرحون. فيها من الشجن ما يكفي لقرن من المنفى، وفيها من العزة ما يليق بشعب لم يعرف الهزيمة رغم كل ما مر به من ألم. ولأن الفن مرآة الحياة، فقد حملت الموسيقى الكردية في داخلها حكايات الناس، فكانت وسيلة للحفاظ على الذاكرة والتعبير عن الوجود والهوية والحرية. ومن رحم هذه الموسيقى ومن بين أنغامها القديمة وأصوات نايها الحزين خرج فنان جعل من الموسيقى طريقا نحو العالم، ومن العود جناحا يطير به من الشرق إلى الغرب، حاملا معه رسالة إنسانية تقول: الفن أقوى من الحرب، واللحن أطول عمرا من الرصاص. قنديلنا لهذا اليوم موسيقار كردي عالمي، غني ميرزو، ابن مدينة قامشلي، الذي حمل عوده وغادر وطنه ليصنع موسيقى لا تعرف حدودا، وغادر وطنه ليصنع موسيقى لا تعرف حدودا، موسيقى تشبه الإنسان الحر أينما كان. أعزائي المشاهدين، قبل أن أبدأ بالحديث عن حياة وسيرة ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ غني ميرزو، شاركنا صديقي الفنان والموسيقار العالمي إبراهيم كيفو بحديث يتحدث لنا عن علاقته ومشواره الطويل الذي قارب 40، وطلبت منه أن يختصر بسبب الوقت كونه مملوء أو مليء بالكلمات. كل الكلمات لن تكفيه لحديثه عن ضيف البرنامج، لذلك سنستمع لكلماته الجميلة. نبقى مع أستاذ الفنان إبراهيم كيفو في هذه الشهادة. يسعد أوقاتكم. يعني شلون بدي أبدأ الحديث عن غني وعن مشواري مع غني، هالمشوار الطويل، الغني الجميل، الغني المليء بالحب والعطاء، العزيز غني. طبعا أنا وغني مشوارنا كتير طويل، يعني عملنا اليوبيل الفضي وهلا رايحين ليوبيل الذهبي. يعني نحن تقريبا ما يقارب 42 سنة نحن مع بعض، أنا وغني، ولا يوم افترقنا، دائما بكل أعمالنا بكل أمورنا.
نحن تعرفنا على بعض أثناء تقديمنا لمسابقة القبول بالمعهد الموسيقي بحلب. ما كان في كونسرفتوار صراحة بالثمانينات، يعني بال83 ما كان في كونسرفتوار بسوريا. كان في معهد بحلب، معهد موسيقى رائع جدا، هو طبعا خرج طلاب ليكونوا مدرسين مادة الموسيقى للمراحل الابتدائية والإعدادية طبعا. بس نحن لما رحنا على المعهد وشفنا الكادر اللي بالمعهد، المدرسين العظماء طبعا صراحة، وعلى رأسهم طبعا الخالد الذكر المرحوم نوري اسكندر، الأستاذ الكبير القدير يعني. هو دائما كان يلفت انتباهه للطلاب اللي يجوا من الجزيرة صراحة. كان دائما يقول شوف أنتم عليكم مسؤولية مختلفة، يعني أنتم جايين من ميزوبوتاميا، جايين من بلاد ما بين النهرين، يعني حاملين جينات هذولاك الناس اللي قدموا الحضارة لأصقاع المعمورة كلها. يعني لازم تنتبهوا، يعني يكون في شيء عندكم خاص، يعني مو بس انه تكونوا مدرسين، طبعا مع احترامنا الرائع وتقديرنا لكل معلم لكل مدرس طبعا يعني. وطبعا كان إيمانه صراحة، وعطانا الكثير استاذ، وشاركنا معه بكثير أعمال من مؤلفاته هو والأستاذ قدري دلال، أستاذ محمد قدري دلال الله يطول بعمره. طبعا بعدين بعد ما خلصنا الدراسة بالمعهد، يعني غني فكر قال إبراهيم يعني أتمنى أنا وأنت نروح نتابع برا مثلا بأوروبا بأي دولة. أنا لأسباب معينة ما قدرت أروح. طبعا هو حاول محاولاته وبالفعل انقبل بمعهد كونسرفتوار برشلونة، درس دراسته الجامعية 6 سنوات متواصلة. وبعد التفوق بهال6 سنوات صراحة بدراسته، طلع له فرع اختصاص انه يكمل 4 سنوات دراسة الفلامينغو بشكل خاص يعني. طبعا عمل هالدراسة كمان، ومن خلال هالوجود ما بين الدراسة ما بين شكل فرق موسيقية، جروبات، أوركسترات رائعة جدا. كان اعتماده دائما على شيء مهم جدا، يعني قدم شيء الجاز ميوزك أورينتال جاز ميوزك، يعني كان يمزج ما بين الموجود الموسيقى الشرقية إلى الموسيقى الغربية اللي لها علاقة بموسيقى فلامينكو. يعني كان شيء مميز. ألحان ومؤلفاته دائما يوكلني، أنا كنت أغني وما زلت يعني إلى يومنا هذا، يعني أي شيء من أعماله أنا لي جزء الكبير من أعمال غني يوكلني أنه أغني أنا السولويات أو أعمل الأفكتات الصوتية، الارتجالات الموجودة ضمن أعماله. طبعا هو ما كثير يعتمد حتى غني على موضوع أنه لازم يكون دائما في شيء مرافق الصوت البشري مع الآلات، لا، لأنه دائما هو يعتبر الآلة الموسيقية لما تؤدي بشكل جميل يوصل التعبير مثل ما شلون مغني غني أو شلون الشاعر يلقي الشعر. طبعا من أهم أعمال غني اللي عمله هو عمل حط موسيقى تصويرية لعمل مسرحي كبير، مسرحية ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة قدمها بجميع أنحاء العالم، تقريبا 150 عرض يعني. وكان العمل كتير مميز لأنه الموسيقى فيها لايف حي، يعني كان مرافق مع المسرح، يعني دائما كأنه ما في شيء بلاي باك، ما في شيء مسجل. يعني كتير عمل رائع جدا، أخذ صيت كبير على مستوى العالم. وفي مؤسسة اسمها هارمونيا ديموندي ارتأوا أنه يعملوا هالموسيقى، موسيقى المسرحية إلى يعني الأسطوانة. والأسطوانة دخل ضمن المسابقة وأخذت جائزة ميني ماكس من أعلى الجوائز الموجودة بإسبانيا طبعا صراحة. إضافة إلى هذا العمل، عمل جبار جدا كورالي، أدوه كورال كنيسة أوسنابروك الألمانية ضمن مهرجان مورغنلاند فيستيفال. أنا وكلني السولو فيها طبعا، عملت السولو من شاعرنا الكبير دحام عبد الفتاح الله يطول بعمره. القصيدة بعنوان تمارا، هلا إن شاء الله تسمعوا جزء منها صغير. إضافة إلى هالعمل، هاي الأعمال الموسيقية كتير 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 صراحة. شو بدي أحكي يعني، أنا عم بوصف الحالة إنه شهادتي في غني مجروحة، بس عم بوصف الحالة اللي يستاهل غني إنه واحد يحكي عنها يعني صراحة. إلى الجانب الإنساني غني عمل شيء رائع جدا. يعني كثير مرات كنا نحكي مع بعض، يقول يا إبراهيم تشوف العالم عم يبعثوا آلات حربية ليصير حروب بمناطقنا ويقتلوا بعضهم وما بعرف شو ليستفادوا.
وهالجشع من وراء الاسم. نحن شو رايك خيو بدنا نبعث آلات الموسيقيه لمناطقنا لوطننا يعني. وبالفعل هالمشروع جاب الموافقه من موسيقيين بلا حدود، والله الدفعه الاولى اكثر من 400 آلة موسيقيه مع اجهزه، هذول وصلوا للوطن ووزعهم بطريقه رائعه جدا على كل الناس الموجودين بدون تفرق. يعني إن كان وزع للكردي، للعربي، للسرياني، آشوري، أرمني، أبدا بدون أي اسمه، للقامشلي، ديريك هاي. وطبعا هلا الآلات يعني كمان باستمرارية وصول الدفعة الثانية هلا حاليا، حتى مفكرين طبعا لدير الزور، للرقة، لأي منطقة موجودة، يعني أنهم لزرع المحبة والسلام من خلال الآلات الموسيقية. مشروع الإنساني الرهيب الأخير هو بعد تعرض ناسنا بشنغال العزيزة أهل الإيزيديين، تعرضهم لهالمجزرة الحقيرة الجونسايد اللي كلها ظلام بظلام. طبعا هو عمل بجهد جهيد، بجهد خاص منه، عمل مؤسسة ميرزو ميوزك فونديشن، عمل مثل معهد جميل جدا بمدينة خانسور، وتخرجوا منها طلاب وتخرجوا منها جروبات موسيقية، والجروبات الموسيقية صاروا يشاركوا بحفلات موجودة بجميع، يعني كمان بأوروبا، بألمانيا، ببغداد، بالعراق، بعمان، بالأردن. هلا حاليا هن في مدينة الحسكة، بقامشلي، بكل مكان، بكردستان، بكل مكان، بحلبشة، بسليمانية، بكل مكان. هلا حاليا طلاب منا متخرجين عم يروحوا يدرسوا معاهد عالية بسليمانية، بأربيل. يعني هالمعهد هذا شيء نتاج عظيم جدا جدا. يعني أنا بدي أختصر هيك، ما بدي أخذ دور أصدقائي التانيين. وشكرا لكم وتكونوا بخير، وشكرا تلفزيون روج آفا، وشكرا عزيزنا مروان. في عام 1968 وفي مدينة القامشلي السورية، أو كما يسميها الكرد قامشلو، ولد غني ميرزو لأسرة كردية بسيطة عاشت طفولته بين قامشلو ومدينة حلب، المدينة التجارية والثقافية التي كانت في تلك السنوات منارات الفن والمقامات. كانت القامشلي آنذاك مدينة تفيض بالحياة، فيها الأسواق القديمة وأصوات الباعة ودفء البيوت الطينية التي يجتمع فيها الناس حول الحكايات والمواويل. هناك وسط هذا العالم الشعبي المفعم بالألوان والروائح والنغم ولد حبه الأول للموسيقى. يقول الفنان غني ميرزو في إحدى حواراته: كانت أمي تغني أثناء عملها في البيت، وكانت تلك الأغاني أول معلمي، منها تعلمت كيف يتحول التعب إلى لحن. في طفولته كان يصنع الآلات البسيطة من الخشب والعلب المعدنية، يقلد بها أصوات العود الذي لم يكن يملكه بعد. وفي المدرسة كان يشارك في كل فعالية موسيقية ويعزف ما تيسر له من ألحان بسيطة، لكنها كانت تبهر أساتذته. أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة القامشلي، وكان طوال تلك السنوات شغوفا بالموسيقى والقراءة والفن. بعد حصوله على شهادة البكالوريا قرر أن يدرس الموسيقى أكاديميا، رغم صعوبة ذلك في زمن لم يكن الفن فيه طريقا مضمونا ولا مرغوبا. الفنان السوري المغترب والكاتب أسعد شلاش شاركنا بمداخلة ليتحدث فيها عن علاقته مع الفنان غني ميرزو أيام الجامعة في حلب، فلنستمع إليه ما سيقوله لنا في هذا الفيديو. لأول مرة عرفت الصديق والفنان المبدع الجميل كاني ميرزو بمعهد الموسيقى في حلب. عزفت وقتها أغنية، كنت أنا رحت متأخر على المعهد شوي لأسباب معينة يعني، فرحت تأخر، كانوا الشباب مداومين يعني في المعهد الطلاب. فعزفت أغنية، بتذكر أغنية مارشال خليفي منتصب القامة،
فمباشرة بعد الأغنية طلعت أنا من المعهد، طلعنا على الباحة يعني، من الصف على الاستراحة. فحكى معي غاني، قال لي: أنت ليش عزفت هاي الأغنية؟ قلت له: والله أنا يعني بفضل يكون الفن له دور، له رسالة معينة، له كذا له كذا له كذا. فتحنا حديث طويل وقتها، وحكينا حديث طويل بهذا الموضوع. فوضح تماما انه في تقارب وجهات النظر بالفن بكثير قضايا سياسيه، بكثير قضايا معينه، في تقارب وجهات، وخاصه برساله الفن، ان يكون الفن هادف، ان يكون الفن، لا اقصد هادف يكون مناشير او رساله سياسيه هيك فجي، لا اقصد هذا الشكل، لكن يكون ذو طابع انساني، ذو طابع كذا. وعلى هذا الاساس التقيت انا وغاني وسكننا سوا، عشنا سوا سنتين في معهد الموسيقى في حلب، سنتين جميلات كانوا، ما زلت بذكرهم بدقه. كنا نشتغل سوا، نحصل دراسي سوا، نتعلم سوا، نعلم بعضنا سوا بكل شيء، نسافر مع بعضنا سوا احيانا كثير. بعد فتره انا رحت السجن، كاني راح برشلونه، راح اسبانيا، درس جيتار، درس دراسات عليا، ورجعنا التقينا مره ثانيه وتجددت علاقتنا مره ثانيه وما انقطعنا. والى الان الى هذه اللحظه بعتبر احد الاصدقاء العمر المقربين، لانه في كثير تقارب، ليس فقط بالمعنى الموسيقي، بالمعنى الانساني العميق، بالمعنى الوجودي، بمعنى الهم المشترك. مع جاني طرح رسائل فنيه كثير جميله، عمل شغلات كثير حلوه على العود، عمل شغلات كثير حلوه بالالحان. واخيرا يمكن انت بتعرفوا اسس معهد ميرزو في شمال العراق وفي شمال سوريا. خطوه كانت جريئه وجباره، وطرح علي ان نشارك في بعض القضايا انا وياه في بعض الشغلات. فانا الى الان اعتز بهذه الصداقات، ومن قلبي أبارك هذا الشخص. فعلا جهوده نشيط جدا، كان لا يكل ولا يمل في خدمة رسالة. الموسيقى بالنسبة له هي رسالة، حقيقة رسالة إنسانية تعبر طبعا، وهي مقاومة حقيقة في وجه كل الطغاة، في وجه كل الاستبداد، مقاومة ناعمة يقاوم بها الموسيقى، يقاوم بها الفنان. وأتمنى كل التوفيق لصديقي، وشكرا لكم على الاتصال. عام 1985 و86 انتقل غني ميرزو إلى مدينة حلب ليلتحق بالمعهد الموسيقي، وهناك بدأت رحلته الحقيقية مع العلم والموسيقى. في حلب، المدينة التي كانت يوما عاصمة المقامات والأصوات، تتلمذ على أيدي أساتذة كبار مثل المرحوم نوري اسكندر ومحمد قدري دلال وغيرهم. تعلم أصول الموسيقى الشرقية وتعمق في دراسة المقامات الكردية والعربية، كما تعرف على علاقة الموسيقى بالتراث الشعبي والفلسفة الجمالية. في تلك السنوات بدأ العزف على العود بشكل احترافي إلى جانب الجيتار والبزق، وشارك في حفلات محلية عزف فيها مقطوعاته الأولى التي مزج فيها بين التراث الكردي والتجريب الحر. تخرج عام 1987 و88 من المعهد، وعاد إلى القامشلي ليعمل مدرسا للموسيقى ينقل خبرته إلى الجيل الجديد. لكن رغم نجاحه المهني كان يشعر أن حلمه أكبر من حدود المكان. يقول ميرزو: كنت أريد أن أرى كيف ينظر إلى الموسيقى في العالم الآخر، وكيف يمكن للحن الكردي أن يتحاور مع نغم غربي دون أن يفقد هويته. في عام 1993 قرر الفنان غني ميرزو الرحيل إلى إسبانيا. حمل عوده وذكرياته وسافر إلى مدينة برشلونة ليبدأ مرحلة جديدة في حياته. نبقى الآن مع الفنانة الجزائرية العالمية نايلة بن بي، تتحدث لنا عن علاقتها مع الفنان غني ميرزو والعمل معه. فلنستمع معا ما ستقول لنا الفنانة نايلة. مساء الخير ومرحبا للجميع. نحكي اليوم على الصديق الفنان القدير غني ميرزو.
تعرفت على غني عام 2005 في مشروع مسرحي تاع ألف وليلة وليلة، اللي فيها أعطاني فرصة كفنانة وكمغنية بداية مشروعي الفني. أول أغنية اللي كانت في هذا المشروع هي أغنية شهرزاد، اللي غني أعطاها لي بسهولة وعلمها لي بسهولة وبساطة، خاطر كانت في نفس الوقت صعبة وسهلة. الأغنية الثانية أغنية كردية باسم وقتي ركا، وأنا كجزائرية ما نعرفش نهدر كردي، لكن تعلمتها وحفظتها ونالت إعجاب الجمهور. الأغاني هذه ما زلنا نغنيوها في حفلات في برشلونة، في خارج وداخل إسبانيا، ونالت إعجاب الجمهور الإسباني وكذلك الجمهور الجزائري، التونسي، الليبي، الفرنسي. خاطر كنا رحنا في جميع هذه المدن والبلدان. الفرقة الموسيقية اللي تأسست عام 2005 ما زلنا مع نفس الأشخاص ونفس الموسيقيين. هاد الموسيقيين مختلفين الجنسية، خاطر غني يحب هذا التنوع والاختلاف، باش هذا النوع تاع الأغاني وهذا النوع الموسيقي يعجب الجمهور ويعجب الناس، خاطر هو مميز ومختلف عن وش الناس سمعوه حتى الآن. غني هو موسيقي عبقري، يعني يبدع ويدير الاختلافات، يعني يدير فيوزيون ما بين الثقافات وما بين الجنسيات وما بين أنواع مختلفة من الموسيقى، وهذا يعجب الجمهور كتير. أنا كفنانة جزائرية أدعم المشاريع، جميع مشاريع غني كإنسان وكموسيقي، لأنه أول شيء هو إنسان ذو قلب كبير، يحب الناس، والناس يعني اللي يسمعوه يسمعوا المشاريع تاعه ويحبوه. العمل مع غني سهل، خاطر هو يعطيني الحرية باش أنا نقدر نغني ونعبر على المشاعري وعلى أحاسيسي يعني الخاصة في الأداء والطرب. غني فنان وملحن وموسيقي مميز، نتمنى له النجاح الدائم والتوفيق، وإن شاء الله يكون عندنا فرص في المستقبل باش نزور كردستان روجافا ونعمل حفلات مع الشعب الصديق الكردي. وشكرا. من عام 1994 إلى عام 2000 خلص الكونسرفتاور، وبعدها من 2002 حتى عام 2006 عمل دراسات ميدانية عليا حول الفلامينكو، درس وبحث في الفلامينكو مع البروفيسور مانويل غراندوس في معهد ليسو للموسيقى في برشلونة، كما تخصص في موسيقى الفلامينكو، تلك الموسيقى التي تشبه في روحها الموسيقى الكردية، فهي أيضا موسيقى المنفى والحرية والتمرد. يقول فناننا غني ميرزو عن تلك الفترة: حين سمعت الفلامينكو لأول مرة شعرت وكأنني أسمع موسيقانا الكردية بلسان آخر، الحزن هو ذاته والفرح المكبوت هو ذاته. في برشلونة بدأ مشروعه الكبير في دمج الموسيقى الكردية بالفلامينكو الإسباني، فكانت تلك التجربة الأولى من نوعها عالميا.
في عام 1965 أسس فرقته الموسيقية غني ميرزو تيرو، التي جمعت موسيقيين من الهند وكوبا والمغرب وإسبانيا، واشتهرت بأبحاثها الموسيقية في مزج الموسيقى الكردية والشرقية مع الفلامينكو والجاز. قدم الفنان غني ميرزو حفلات في مدن إسبانية عديدة مثل برشلونة، قرطبة، مالقا، فالنسيا، مدريد، سانتياغو دي كومبوستيلا، كما عزف في باريس، بروكسل، لندن، برلين، ميونخ، أمستردام، المكسيك، المغرب، الجزائر وكردستان، محققا حضورا عالميا لافتا. فلنستمع معا إلى الفنان ضيفي برنامجنا لهذا اليوم، فنان عالمي غني ميرزو، يتحدث لنا عن دور الموسيقى في الشرق الأوسط وعامة بشكل عام يعني. فلننصت ما سيقوله لنا فناننا العزيز غني ميرزو. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لهذا البرنامج الجميل على استضافتي. طبعا إذا بنحكي على الموسيقى وعلى وضع الموسيقى إن كان الآن أو سابقا، يعني بصراحة يعني في الآن نحن نعيش في حالة كثير صعبة فنيا وموسيقيا، إن كان بسوريا وإن كان بالعراق وبكل منطقة الشرق الأوسط، إن كان من ناحية الموسيقى الكردية والموسيقى العربية والموسيقى التركية حتى. طبعا الحالة السياسية والحالة عدم الاستقرار السياسي والحروب هي ساهمت في انحدار الموسيقى والوضع الموسيقي. يعني طبعا ساهمت هذه الحروب على يعني مهاجرة أو هجرة الكثير من الفنانين والموسيقيين، مو بس موسيقيين، مخرجين ورسامين وممثلين يعني ونحاتين. يعني المنطقة أصبحت خالية من الفن ومن الفنانين بصراحة. يعني حالة يرثى لها في شرقنا يعني الشرقنا اللي دائما اللي تعصف به الحروب والخراب والدمار للأسف الشديد، مع أنه هي مهد الحضارات. نجي الفترة الذهبية بالنسبة لي الموسيقى في منطقتنا الشرق الأوسط، هي كانت بالنسبة لي الستينات والسبعينات، بالأخص السبعينات والثمانينات، هي المرحلة الذهبية للفن الموسيقي. يعني بصراحة بكل الدول، إن كان في الموسيقى العربية أو الموسيقى التركية أو الموسيقى الفارسية وحتى موسيقى يعني حتى موسيقتنا الموسيقى الكردية كان من أجمل حالاتها وأجمل الفنانين بصراحة نشأوا بهذه المرحلة، مرحلة الستينات والسبعينات والثمانينات. طبعا لأنه كان صحيح كان في حروب بس مو بهالقساوة، مو بهالشدة، كان في يعني استقرار، مع انه كان الدول بيد الدكتاتوريات، بس هي دكتاتوريات ما كان كتير همجية مثل الآن يعني. مشان هيك الحالة الفنية كان حالة أكثر شيء إنسانية بصراحة، لأنه هذول الفنانين بشكل عام كانوا مرتبطين بشكل لا يوصف، يعني بشعبهم، بفنهم، بتاريخهم، حتى كان لهم نظرة مستقبليا وكيف تطور هذا الفن الموسيقي. يعني محاولات عديدة كان عن صعيد الآلة وعن صعيد الغناء. بس للأسف الآن نحن نعيش بحالة هستيريا فنية. هي هستيريا بصراحة بالنسبة لي هستيريا عالمية من ناحية الموسيقى، لأنه بالأخص التطور العاصف للتكنولوجيا وصناعة الفن الموسيقي وسرعة التطور، إن كان عن طريق التكنولوجيا وإن كان عن طريق يعني عن طريق البرامج الفنية. كثير من الفنانين ضلوا خلف. يعني طبعا هناك يعني مثلا في حال قبل كان هناك كاسيتات وبعدين تطور إلى سيديات، بس الآن لا يوجد في أوروبا أو في العالم، قليل. يعني العالم يشتروا يعني واحد بالألف أو بالعشرة آلاف يشتري السيدي أو كاسيت. ما ضل يعني الشيء إنه نحصل عليه بإيدنا، مو موجود، كله برتوال يعني بشكل غير مرئي. يعني نسمع عن طريق الإنترنت أو عن طريق يعني
الشركات الكابيتاليزم الكبيرة هي سيطرت على الفن بشكل عام، على الفن الموسيقى، مثل سبوتيفاي، مثل يوتيوب، مثل يعني حتى مثل انستغرام وفيسبوك. يعني هي يعني بلعت الموسيقى بصراحة بشكل همجي، بشكل لا إنساني، بشكل لا يوصف. يعني الفنان لازم يكون عنده ملايين المتابعين حتى يجني فتات من الفلوس، يعني للأسف الشديد، بينما هن يجنوا ملايين من الفلوس. يعني طبعا هي الفن بالغرب بشكل عام هي مرتبطة بحال المادية. طبعا عندنا كمان بشرقنا. مشان هيك هجرة الحروب اللي صار عندنا بالمنطقة الشرق الأوسط، هاجر العديد من الفنانين إلى أوروبا وإلى الدول الأخرى. صار هناك فراغ بشكل لا يوصف، كان بالموسيقى الكردية أو بالموسيقى العربية أو كل الموسيقات بمنطقتنا. بعض الفنانين تابع الفنون بأوروبا ودول أخرى، وأغلبيتهم تركوا، يعني لأنه انه تشتغل بفن والموسيقى باوروبا صعبه كثير، يعني كثير صعبه. يعني هناك مزاحمه بشكل لا يوصف فنيا، يعني حتى تثبت اقدامك باوروبا يعني بدك تحارب كثير لتثبت حالك، ان كان موسيقى او حتى رسم، حتى بالسينما، بكل انواع الفنون بصراحه. وامل ونحاول امل ونامل انه الفن يخرج من هذا المخاض العصير، يعني انه في فترة قريبة، وفن بالأخص فن الكردي أو فن في الشرق الأوسط، إنه يحاول يثبت حاله مرة ثانية. ونحاول يعني من التلفزيونات والراديوات والصحافة بشكل عام إنه تساعد، يعني مو تساعد على هدم الفن اللي تعامله هلا الصحافة الكردية بشكل عام، كان الصحافة المكتوبة أو الصحافة المرئية، كان تلفزيون راديو. هي بصراحة هي عملية هدم الفن الموسيقي الكردي، ما بتساعد الفن الموسيقي الكردي بكل التلفزيونات الكردية. هناك حالات خاصة جدا قليلة، بس جدا جدا قليلة. نأمل أن نتخلص من هذا الوضع البائس بالفن الموسيقي، ونفكر أنه كيف نطور فننا وموسيقتنا نحو الأمام في المستقبل القريب. شكرا لكم، شكرا هذا البرنامج جميل. إلى اللقاء. أهم أعماله الموسيقية سأذكر تميزت أعمال غني ميرزو بطابعها الحداثي وبنيتها الهرمونية الغنية، فهو لا يقدم الموسيقى كفن شرقي تقليدي، بل كمختبر للحن المعاصر. في مقطوعاته تمتزج نغمة العود الشرقي مع الجيتار الإسباني والستار الهندي، وتتناغم المقامات الكردية مع إيقاعات الجاز والفلامينكو. وقد أصدر عدة ألبومات موسيقية عالمية، أذكر منها روني عام 1998 1999 أول أعماله المسجلة، وهو ألبوم موسيقي آلي يمزج بين الموسيقى الكردية والهندية والإسبانية. أيضا توتيكو عام 2002 عمل موسيقي يمزج بين الموسيقى الكردية وموسيقى الجاز وفلامينكو بطابع حيوي وتوليف هارموني دقيق يعكس نضج تجربته الفنية. أيضا ألف ليلة وليلة عام 2006 أيضا الموسيقى التصويرية لمسرحية من إنتاج فرقة أليس كوميديانش الكتلانية، نال عنها جائزة ميني ماكس العالمي لعام 2006 كأحد أفضل 3 أعمال موسيقية في إسبانيا. أيضا كامبو دومينيز عام 2014 قدم ألبوم مهدى للاجئين الكرد من روجافا يعبر عن وجع المنفى وأمل العودة، إلى جانب موسيقى أفلام وثائقية مثل فيلم فادانتا سونغ للمخرجة الكردية إيلام كفتان، وأعمال أخرى بالتعاون مع المخرج ألبرتو إرتزيا عن الناشطين العراقيين. أعزائي المشاهدين، سنبقى الآن مع عزف للفنان غني ميرزا عن مدينة كوباني، وذلك أثناء زيارته لمدينة كوباني بعد عودته من إسبانيا. فلنستمع معا لهذه المعزوفة.
أما بالنسبة للجوائز والتكريمات التي حصل عليها الفنان غني ميرزو، أذكر منها جائزة ماكس الإسبانية عام 2006 عن موسيقى مسرحية ألف ليلة وليلة، جائزة مهرجان برشلونة للأفلام الإنسانية عام 2010 عن فيلمه هارموني ما بعد الحرب، الذي حصد أكثر من 25 جائزة دولية تم تكريمه من وزارة الثقافة في إقليم كردستان العراق عام 2013 لمساهمته في نشر الموسيقى الكردية في المحافل العالمية، حاصل على درع الإبداع الموسيقي من إقليم الباسك الإسباني عام 2018. منذ عام 2014 يعمل الفنان غني ميرزو في دعم اللاجئين في مخيمات كردستان العراق وسوريا. أسس عام 2018 مركزا موسيقيا في شنغال سنجار لتعليم الأطفال والناجين من إرهاب داعش، قائلا: أردت أن يسمع الأطفال صوت العود لا صوت الانفجار، وأن يتعلموا اللحن يمكن أن يكون بيتا جديدا بعد أن فقد بيوتهم. وفي العام ذاته أنشأ مؤسسة ميرزو فانتيشن موزيك، وأطلق عام 2019 حملة موسيقية في إقليم الباسك بالتعاون مع موسيقيين بلا حدود، جمع خلالها أكثر من 350 آلة موسيقية أرسلت إلى المراكز الموسيقية في رجابة بعد عقود من الحظر الثقافي. الفنان التشكيلي لقمان أحمد أيضا شاركنا في مداخلة ليتحدث لنا عن علاقته الشخصية مع الفنان غني ميرزو وعن إبداعاته، فلنستمع ما سيقوله لنا الفنان التشكيلي صديق لقمان أحمد. تحياتي للجميع. اليوم حابب أحكي عن تجربة الفنان الصديق المبدع والمؤلف الموسيقي غني ميرزو المقيم في برشلونة وعلاقتي الشخصية مع هذا الفنان. غني ميرزو منذ سنوات طويلة من إقامته في برشلونة استطاع صراحة أن يأخذ مكانة خاصة في الوسط الفني في برشلونة والوسط الثقافي بشكل عام في برشلونة وخارج برشلونة، سائر المدن في إسبانيا. مع فرقته الموسيقية المؤلفة من مجموعة من الفنانين المهمين في برشلونة، استطاع أن يجول هذه المدن وخارج إسبانيا أيضا ويقدم موسيقى مختلفة بمضمونها، بشكلها، بتقنياتها، بلغات مختلفة. هو شخص له هواجس خاصة، مهتم جدا بالموسيقى الكردية ويحاول دائما البحث في الموسيقى الكردية لإخراج ذلك الثراء المخفي في الموسيقى الكردية. هو يقول أن الموسيقى الكردية ليست فقط للرقص، إنما هي موسيقى أيضا لها بعد روحي وثقافي مؤثر. هو يحاول أن خلال تجاربه الشخصية بالتأليف الموسيقي وأيضا خلال حفلاته أن يقدم أو يسلط الضوء على هذا الجانب المخفي من الموسيقى الكردية. غني ميرزو شخص تفاعلي، يؤمن بأن الموسيقى أو الفن له دور تفاعلي بين البشر، يقرب المجتمعات، يقرب الثقافات من بعضها.
فلذلك منذ سنوات طويلة هنا في برشلونة هو حافظ على هويته الكردية، ودائما يقدم نفسه كشخص كردي قريب من كردستان، قريب من الثقافة الكردية رغم بعده الجغرافي. يشتغل على هذا الهم بشكل دؤوب وبشكل مثير وبشكل فني مدروس علمي. استطاع أن يقدم صورة جيدة معينة، وهذا لامسته أنا بذاتي. التقيت بالكثير من الأصدقاء هنا الغير كرد يجدون غاني ميرزو هو نافذة صراحة إلى العالم الكردي، نافذة إلى الشرق نوعا ما، لأنه يقدم الموسيقى بشكل مؤثر، بشكل تفاعلي. هذه المجتمعات الأخرى تستطيع أن تتفهم هذه الموسيقى وتنظر إلى المجتمعات الأخرى، المجتمعات الشرقية، المجتمع الكردي برؤية مختلفة. خلال الهجمات الإرهابية على الداعشية على كردستان وعلى مناطق الكرد في شنغال، غاني ميرزو كان من أوائل الناس اللي فكر كيف يخدم هذا المجتمع، خاصة الضحايا الكرد الإيزيديين، من خلال الموسيقى. لذلك سارع بتأسيس جمعية خاصة بالموسيقى اسمها ميرزو ميوزك في خانسور منطقة شنغال. هذه الجمعية تحولت فيما بعد إلى معهد موسيقي. هذا المعهد يشرف عليه مجموعة من الشباب الكرد الإيزيديين الذين تعلموا وتدربوا في هذا المعهد، والآن أصبحوا أساتذة في هذا المعهد، يقدمون الموسيقى الكردية الإيزيدية الأصيلة بشكل علمي ومدروس، ويشاركون في الحفلات. الجانب الشخصي لعلاقتي مع غاني ميرزو صراحة نتحاور كثيرا. أحاول أن أقدم رؤية كتشكيلي، كفنان تشكيلي، وأيضا عندما كنت صحفيا نتناقش كثيرا في هذه المواضيع، أنه نتبادل الآراء ونحاول دائما أن نقيم الأمور بصورة نقدية، بصورة جدلية. نحاول أن نتحاور وأيضا نختلف في بعض الأمور، لكن غاني ميرزو له رؤية خاصة وهذا ما يعجبني فيه. يحاول خلال نشاطاته أن يسلط الضوء على هذا الشيء، أن الموسيقى الكردية موسيقى غنية جدا، هي لا تختصر بالرقص ولا تختصر بأشياء بكليبات معينة أو بأغاني محددة. هي موسيقى واسعة المدى، لها جذور عريقة ولها تقنيات مميزة جدا. يحاول أن يظهر أو يكشف عن هذا الجمال في الموسيقى الكردية. وتجربتي الشخصية مع غاني ميرزو في إيطاليا في برشلونة، قدمنا نشاط فني خلال الرسم المباشر مع الموسيقى الحية مع فرقته، كان له دور مهم، وما زال هذا المشروع هو في حالة تجريب، ونحاول أن نطور هذا المشروع ونقدمه بشكل أفضل على المسارح في النشاطات المختلفة هنا في برشلونة وفي أوروبا. هو نوع من الحوار بين التشكيل الصورة البصرية مع التجريد الموسيقي أو الشكل الموسيقي التجريدي المتقاطع في الجمال، متقاطع في الخيال. أخيرا نقول عن غاني ميرزو أنه شخص مليء بالحب، مليء بالإحساس والمشاعر، مليء بالخيال والإبداع. هو له هواجس كبيرة جدا في الموسيقى. يحاول أن يجد دائما شكلا ما لموسيقى متينة جميلة تستطيع أن يستطيع أي مستمع أن يفهمها، ليس الكردي فقط. وهذا الشيء يعجبني بغاني ميرزو. هو مليء بالأمل أيضا رغم كل الصعوبات التي يعاني منها. الموسيقى الصرفة التجريدية المجردة صعبة جدا في الوسط الكردي، لكنه يؤمن بهذا الشيء، أن العمل الدؤوب في النهاية سيترك أثرا مع الآخرين. لكم وله كل الحب. أما الأفلام الوثائقية والرؤية الإنسانية لديه، تعاون مع المخرج الأرجنتيني بابلو توسكو في فيلم وثائقي نال أكثر من 20 جائزة عالمية، ويعرض في أكثر من 150 مهرجانا دوليا، يوثق فيه صمود الموسيقيين في روجافا، في وجه الحرب، ودور الفن
في مقاومة الدمار. في عام 2023 أنجز مع توسكو فيلما جديدا بعنوان قصة إيزيدية، يعرض مأساة الإيزيديين بلغة موسيقية شفافة تروي الأمل رغم الألم. الفلسفة الموسيقية والرؤية الجمالية لدى غني ميرزو يرى بأن الموسيقى ليست للزينة ولا للمسارح فقط، بل هي ضرورة وجودية تشبه الهواء. يقول: الموسيقى تعيد الإنسان إلى طبيعته الأولى، هي تذكره أنه خلق ليحب لا ليقاتل. ويرى أيضا أن تطور الموسيقى الشرقية مرهون بتطور الإنسان نفسه، فحين يتحرر الإنسان من الخوف تتحرر الموسيقى من التكرار. من طفولة بسيطة في القامشلي إلى مقاعد المعهد الموسيقي في حلب، إلى مسارح برشلونة ومدريد وباريس، إلى مخيمات اللاجئين في سنجار، رحلة الفنان غني ميرزو ليست حكاية فنان فقط، بل حكاية إنسان آمن أن الموسيقى قادرة على ترميم ما هدمته الحروب. لقد جعل من العود صوته، ومن اللحن لغته، ومن الفن طريقه نحو الحرية. فحين يعزف ميرزو تشعر أن الأوتار لا تصدر صوتا فحسب، بل تروي قصة شعب بأكمله. حين تنتهي الحرب لن يبقى سوى اللحن. نعود مرة أخرى لنستمع معا على عزف منفرد على العود للفنان غني ميرزو، وبعدها نستمع إلى الكلمة الختامية له.
مساء الخير للجميع. شكرا كثير للأصدقاء على مداخلاتهم الجميلة وعلى إعطائهم رأي في عملنا خلال هذه السنوات، وآمل أنه أعطينا شيء لشعبنا والإنسانية يعني للإنسانية جماعة. شكرا لكم كثير أصدقائي الجميلين على هذه الآراء الجميلة، وشكرا أخ مروان، وشكرا لهذا البرنامج الجميل. بهذه الكلمات أختم حلقة برنامجنا قناديل، حيث كان قنديلنا اليوم الفنان والموسيقار الكردي العالمي غني ميرزو. رسالته إلى العالم رسالة مفادها أن الفن ليس ترفا بل مقاومة، وأن الجمال لا يقتل مهما طال الليل، وإلى أن يسطع قنديل جديد ابقوا على وعد النغمة، فثمة لحن ينتظرنا في آخر الطريق. أعزائي المشاهدين، أترككم بأمان الله. إلى هنا وصلت بكم إلى نهاية الحلقة. دمتم بخير